الجهاز ده بيجي ب 24 جيجا رام، ده مقاوم للميه المغليه. دي اغرب موبايلات الشركات اعلنت عنها في 2024. اول جهاز من اروش الاجهزه اللي نزلت السنه دي السي ام اف 1. الجهاز ده رجعنا بقى زمان شويه، اللي انت تقدر تفك ظهر الموبايل وتغيره بالوان كتيره وتشكل في الالوان بتاعته. ده غير ان بيجي معاه اكسسوارات كتير تقدر تركبها زي ميداليه ومحفظه وستاند وحاجات كتير جدا. وغير ان الجهاز سعره كويس ومواصفاته كويسه برضه. كان الجهاز ده بقى تقريبا اقوى جهاز في 2024. ده مقاوم للميه المغليه اللي هو الاوبو اي 3 برو. بيجي باقوى طبقه حمايه في العالم اللي هي الجوريلا افكتس 2. الجهاز دوت حرفيا لو عدت عليه عربيات دقيت بيه مسامير، بص عملت باي حاجه الشاشه تقريبا مش هتتكسر. واخد شهادات للمتانه بدرجات انت مش هتتخيلها، لدرجه ان هو مقاوم للميه المغليه، فحرفيا الجهاز ده مش هيبوظ منك. ثالث جهاز معانا هو مش غريب كشكل لكن غريب كمواصفات، الريد ماجيك 10 برو بلس. الجهاز ده بيجي ب 24 جيجا رام، هو موبايل جيمنج فالمواصفات بتاعته سفاحه. بيجي بشاشه 144 هرتز، بطاريه 7050 ملي امبير، شاحن 120 واط. بيجي مع معالج سناب دراجون 8 اليت، معالج السنه الجديده لسه. فده حرفيا اقوى موبايل كبنش ماركس كارقام، اقوى موبايل في 2024. اخر جهاز ده فعلا اروش جهاز في السنه بجد، جاي من المستقبل، اللي هو الهواوي ميت اكس. شفنا التصميم ده كذا مره لكن دلوقتي بقى موجود. ده اول فولد في العالم بيتطبق على بعضيه 3 مرات. يعني انت لو فتحت الجهاز الشاشه بتبقى حجمها فعلا كبير جدا. الموضوع مش متين قوي وظهر مشاكل كتير في الشاشه ان هي بيحصل فيها مشاكل بعد كده، لكنه يعني لسه موجود تقدر تشتريه، وفعلا شكله روش واستخدامه روش ومميز، وسعره برضه سعره مميز جدا بصراحه. يعني ما اعتقدش انك تقدر تشتريه قوي يعني. بس كده، بعد ما تعمل لنا فولو اكتب لنا في الكومنتات انت ايه اغرب موبايل شفته في 2024.